السلام عليكم. تخيل ولدك يمرض وتوديه المستشفى فيحولوه غرفة العناية ويعالجوه تقريبا 4 أيام، وبعدها يحولوك أنت وياه إلى غرفة خاصة لمدة أسبوع، وبعد هذا يحولوك فترة نقاهة أسبوعين في فندق 5 نجوم موفنبيك، فيه مسؤولين وزراء سفراء وفيه مستشفى متكامل متنقل، كل الخدمات فيه. مو كذا بس، كمان يرسلوا لبيتك أكل وشرب 3 وجبات في اليوم وعلاجات واللي تحتاجه، حتى مصاريف فلوس يقولوا لك تبغى نرسل لهم مصاريف. والله هذا اللي حصل معي. بقول لكم السالفة. أثناء جائحة كورونا قبل 5 سنوات، وكان البلد في حجر كامل، تخيلوا، يعني كانت الشوارع هذه واقفة تماما، ما في أحد يمشي. جت ولدي خالد نوبة أنيميا، فسويت تصريح عبر التطبيق خروج، لأنه لو مسكوك في الطريق أو في أي مكان أثناء الحجر الكلي أو الجزئي وما عندك تصريح فيها غرامة تقريبا 10,000. سويت التصريح ورحت المستشفى. وصلت المستشفى على طول. إيش عنده؟ أنيميا منقلية، نوبة حادة، يحتاج نقل دم. ملفه موجود، وعلى طول دخلوا العناية شبه المركزة، وبعد الفحوص نقلوا له دم، وقعد 4 أيام في شبه العناية. طبعا أخذوا مسحات كورونا لي وله عشان يطمنوا أنه عندنا فيروس أو لا، وطلعت النتيجة إيجابية، وحولونا بعدها إلى غرفة خاصة فيها أسرة يعني كبيرة جدا، وما شاء الله فيها كل شيء. تقريبا فترة أسبوع أو 8 أيام عبال ما يتعافى تماما من المرض اللي هو نقل الدم والتوابع حقه، ومن أيضا الذي هو بخصوص فيروس كورونا. وبعد هذا كله تخيلوا نقلونا إلى فندق 5 نجوم موفنبيك، اللي قلت لكم فيه مسؤولين وزراء، في كل شيء. وحتى الغرفة التي كانت في المستشفى أنا أعتبرها غرفة كأنها فندقية، يعني تكلفتها تصل يوميا من 5,000 إلى 10,000. بتقولوا ليه السعر كذا؟ فأنا والله دخلت ولدي قبل فترة كورونا بسنوات مستشفى جدة الأهلي في 18 ساعة، تكلفة علاجه أقل من يوم 10,000، وما قبلوا أصلا يدخل المستشفى إلا بعد ما تأكدوا إنه الحالة المادية تغطي. فكنت صراحة أنا مضطر، يعني إما إنه يفارق الحياة وإما إني أدخله، فاضطريت إنه يعني يدخل هذه المستشفى، لأنه ما في وقت إني أوديه مستشفى ثاني. والحمد لله يعني بعدها تيسرت معنا في مستشفيات أرحم، وعلى حساب الحكومة الله يشد علينا ونوفي هؤلاء الناس الطيبين حقهم على الأقل في الكلام، يعني نذكر الجميل لهم. المهم وصلنا فندق موفنبيك، والله يا جماعة أسبوعين الوجبات الذي فيها أشوفها فقط في الفنادق العالمية، يعني طهاه أجانب. الوجبات أسماءها صراحة صعبة كانت، وحتى كانوا قبل ما يتصلوا مثلا إيش الوجبة اللي تبغاه كنت أحاول أجمع جملتين 3 جمل إنجليزية عشان أقدر أتفاهم معهم، كانوا كل لهجتهم وكل التعامل معهم باللغة الإنجليزية. وتخيلوا والله تكلفة الوجبة الواحدة لا تقل عن 150 إلى 200 ريال، كلها لحم ستيك، المهم وجبات غريبة عجيبة ولذيذة، شيء خرافي. 3 وجبات رئيسية في اليوم، ويعطوك وجبات إضافية، والتليفون 24 ساعة متاح، أي شيء تطلب يجيبوا لك إياه. وقبل النوم يرسلوا لك هم بدون حتى هذه ما تطلبها، حليب وعصائر، وفي منتصف اليوم سناكس كذا، أشياء خفيفة، كيك، وعندك البراد، في الكافي، كل أنواع الشاي. حياة. أنتم مقربين، أنا ما قد قربت كثير هذه الأشياء، فكثير يستمعني وعارف كيف الفنادق 5 نجوم. وفوق هذا كله يتصلوا علي يوميا، إيش تبغى لأولادك في البيت نرسل لهم. نحن متعاقدين مع مطاعم يودوا لأهالي المحجورين أكل. قلت لهم والله ما نحتاج شيء، لا أنت المعيل الوحيد للبيت، وأكيد أهلك ما في أكل، بالذات أنتم مثلا مو مواطنين، فمين اللي بيصرف عليهم؟ قلت لهم كل شيء في البيت، والله إني رفضت كل شيء. فكانوا يعني تخيلوا في مشرفة اجتماعية تتصل تتكلم معك ربع ساعة إلى نص ساعة، تشوف وضعك الاجتماعي، غير المشرفة المديرة الطبية الحين نتكلم عن الاجتماعيا، ايش شغال انت، من عندك في البيت، ايش ناقص لهم، ايش ياكلوا، ايش يشربوا، كم عددهم،
أنت لا تخاف، أنت مستحي وخجلان، فلا تخاف، هذا كله على حساب الدولة. ونحن متعاقدين مع مطاعم يودوا وجبات في اليوم 3 مرات. المهم كل يوم على هذا الحال، وأنا لا. وبرضو يعطوك المعجون الأسنان، كل شيء يعطوك في الفندق. وكمان مصاريف. الحين أنت هنا محجور، أكيد أنت ما في عندك راتب، والبلد واقفة، وما في مكان تتحرك عشان تجيب دخل، فنرسل لهم مصروف يقرروا لك. والله مصروف يا جماعة، أنتوا الآن بتقولوا وين عايشين؟ يعني نحن في أوروبا ولا في أمريكا؟ لا لا، نحن في السعودية العظمى، والله كل كلمة محاسب فيها. فالمهم قعدت في المستشفى في الموزمبيق هذا 2 أسبوع، وكان برضه في مديرة طبية كانت تتواصل معك يوميا، دقيقتين إلى 3 دقائق إلى 5 دقائق إلى 5 دقائق، كيف وضعك، كيف الولد، ايش تحتاج. حتى اني اذكر مره اتصلت لهم في منتصف الليل، ابغى بس بنادول، جاني صداع، فاعطيتني محاضره نص ساعه انه ما استخدم اي مهدئات ولا مسكنات الا للضروره القصوى. فعشت فتره 2 أسبوع كاني في سياحه وليس في مرض. وبعد 2 أسبوع في الموزمبيق وتقريبا 10 أيام في المستشفى، روحنا البيت. فصراحة خرجت من هذه التجربة يعني أنا عندي فكرة عن هذا الشيء وعن هذا البلد الطيب، لكن مو لهذه الدرجة. نحن نسمع قصص مثل ما نحكي لكم، والله ما أصدقها. وانتم عارفين القصص أثناء كورونا، يعني الناس كيف كانت وكيف عاشت وكيف تم علاج حتى المتخلفين اللي ما عندهم إقامات ولا اللي عندهم فلوس. فكان العلاج ذاك الفترة أشبه بالمجان، وحتى قبلها وبعدها الأمور كانت طيبة. والدولة استأجرت آلاف الفنادق، تخيلوا آلاف الفنادق، وكثير منها يعني 5 نجوم و3 نجوم، قلة ما في نجمة أو نجمتين. فكان الحجر يعني تخيلوا 10,000 الآلاف محجورين. يعني كنت حتى أظن إنه أنا مثلا حجروني في موزمبيق، وفي ناس لا، والله كثيرا حجروا في أفخم الفنادق. تخيلوا يعني. الله المستعان، نسأل الله إنه يديم الأمن والأمان والخير والبركة على هذه البلد، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء.